الشائعات والسوشيال ميديا. هل الإعلام ما زال يملك الكلمة الأقوى؟ في عالم سريع تمتلئ فيه هواتفنا بالإشعارات وتختلط فيه الحقيقة بالخرافة، تظهر الشائعة كوحش إلكتروني لا يرى، لكنها تحدث أثرا مدمرا في زمن السوشيال ميديا. من يملك الحقيقة ومن يدافع عن الوعي؟ معنا اليوم الدكتورة آية عبد الرحمن، عميدة كليات الإعلام بجامعة القاهرة. أهلا بك دكتورة آية. أهلا وسهلا، ازيك يا يوسف؟ في البداية دكتورة آية، الشائعة من أين تبدأ؟ دائما ما نقول الشائعة لديها الكلمة الأقوى أو لديها الفعل الأقوى، أو أن الشائعة تسبق الحقيقة بخطوتين. برأيك لماذا تنتشر الشائعة عن طريق منصات التواصل الاجتماعي بهذه السرعة؟ أهلا بك يا يوسف مرة تانية، وشكرا على الفرصة في هذا الحوار. الحقيقة لو احنا بنتكلم على الشائعة في العموم، فهي الشائعات مش موجودة عندنا احنا في مصر بس، لا، الشائعات بتكون منتشرة بشكل كبير جدا في العالم كله يعني. وده إن دل على شيء يدل على فكرة إن الكائن البشري والإنسان هو دايما يميل إلى الشائع، يعني بدليل بسيط جدا. انتشار الشائعة بيبقى أقوى دايما من نفيها، يعني لما تشوف الإشاعة هتلاقي سرعة انتشارها كبير جدا جدا جدا. صحيح. طيب لما يحصل نفي للإشاعة بتبقى محدودة جدا جدا جدا. الكلام ده ما بيكونش عندنا احنا في مصر بس، لا، ده بيكون في العالم كله. بيبقى في نوع من أنواع إن الإنسان دايما يميل ويستميل إلى فكرة بعض الإشاعات الصعبة، بعض السيناريوهات المتشائمة، بعض الفضائح، بعض المواقف الغريبة الخارجة عن المألوف. دي بتبقى طبيعة بشرية جدا. خلينا برضو يعني نربط ما بين حاجتين، ما بين فكرة الإشاعة وما بين فكرة الترند. إن دايما الترند يمكن صورة شاملة شوية عن الإشاعة، إن ساعات بتبقى أخبار غير حقيقية وزائفة بتتحول إلى ترندات لمجرد إن الإنسان مبسوط وهو بينشر الحاجة الغلط دي. فالإشاعة في الأول وفي الآخر هي بتبقى طبيعة بشرية للاستمالة ليها، ودايما يقول تحس إن الإنسان دايما بينتظر ما هو غير حقيقي أو اللا معقول دائما. إيه ده؟ هو فعلا ده حصل، كأنه عنده استعداد نفسي وتهيئة نفسية إن هو ممكن أي حاجة خارجة عن المألوف تحصل، فبالتالي بيستميل دايما هذه الأخبار. حسنا، شكرا لك. إذن بالحديث عن الترندات، هل هي جهات أو يوجد جهات مسؤولة عن هذه الشائعة أم أنها مثل ما قلت مجرد ترندات بلا وعي؟ في خلينا نفرق ما بين حاجتين، ما بين الشائعة المقصودة والشائعة اللي هي عشوائية. يعني في شائعات بتبقى ممنهجة، احنا يعني ده وفقا لجهات ممولة لأكاونتات مختلفة على السوشيال ميديا اللي هي ما تسمى باللجان. فاللجان دي بتساعد على انتشار الشائعة الممولة أو الممنهجة، وده احنا شفناه كتير قوي بعد سقوط الإخوان في مصر، وبعد 2014 كان كم من الشائعات غير عادية كان بيمولها الإخوان من خلال لجان إلكترونية كتيرة جدا. دي شائعات ممنهجة، تمام؟ طب الشائعات العشوائية اللي هي كانت ما تعرف قديما بفكرة الجرائد الصفراء أو الصحافة الصفراء، إن هي فكرة فلان طلق فلان، ممكن ما يكونش طلقها ولا أي حاجة، هو بس جاست هو عايز يجيب دلوقتي الترند أو يجيب مشاهدات على السوشيال ميديا. فدي شائعات عشوائية مش ممنهجة زي التمويل، وغالبا الممنهج ده بيبقى ليه أغراض سياسية اجتماعية لهدم المجتمعات وهدم البلاد. لكن العشوائية دي بتبقى غرضها أشخاص بعينهم، غرضها الترندات والمشاهدات. يعني فرق ما بين ده وفرق ما بين ده. حسنا، إذن دعينا أسأل سؤال: هل فقد الإعلام الرسمي جزءا من ثقة الجمهور
لصالح أو لصالح صناع محتوى مستقلين مثلا مثل تيك توك، تويتر، انستجرام. بخصوص ايه؟ الاشاعات؟ الإشاعات. أي أعني بسؤالي، من لديه الكلمة الأقوى، الإعلام أم الإعلام الرقمي؟ الاعلام الرسمي طبعا، لان انا لو يعني معلومه مباشره او معلومه تخص جهه معينه في الدوله او شخصيه قياديه في الدوله، اكيد انا مش هروح للاعلام الرقمي الا لو كانت بواسطه الصفحه الرسميه الخاصه برئاسه الجمهوريه مثلا. تمام. فبالتالي البيان الرسمي نزل على الصفحه الرسميه لرئاسه الجمهوريه على الفيسبوك مثلا او كده، فبالتالي احنا في الاخبار بنخدم على اساسه مثلا لو احنا في التلفزيون الرسمي على الخبر اللي نزل. لكن انا مستحيل الاقي شخص مجهول الهويه هو اللي بيتكلم عن مثلا حاجه تخص قياده الدوله او حاجه تخص وزاره من الوزارات او الكلام ده كله، واخده على اساس ان هو ريفرنس او هو مصدر للخبر. لا طبعا الكلام ده مش صحيح تمام. حسنا، بصفتك إعلامية تتعاملين يوميا مع الأخبار، هل تأثرتي شخصيا بإحدى الشائعات أو شعرت أنك في مرمى معلومات مغلوطة؟ أعني بسؤالي، هل في مرة نقلتي معلومة خطأ أو نشرتي أو قرأتي خبر هو في الأصل خبر خاطئ؟ هل وقعت في هذا الموقف قبل؟ انا ما اعرفش انت مستضيفني على اساس عميده كليه اعلام جامعه القاهره ولا ايه عبد الرحمن مذيعه الاخبار، بس انا تمام يعني هشوف الموضوع ده من ناحيه ان انا هستعين بالتايتل التاني بتاعي اللي هو مذيعه الاخبار. الحقيقه ان مفيش يعني الحمد لله ما وقعتش في الموقف ده خالص، لان انت بتشتغل في مؤسسه اعلاميه محترمه مهنيه جدا، هي تتبع الدوله، فبالتالي عمر ما هتسمح الدوله بشكل او باخر في انها يعني يبقى في مساحه من الخطا تماما يعني. لان انت في الاول وفي الاخر انت بتتحرى الصدق وبتتحرى المصداقيه وبتتحرى الحقيقه في الخبر عشان الناس تحترمك في الاخر وتبقى انت مصدر موثوق حتى وان تاخر. يعني انا مع فكره ان انت لا داعي للاستعجال لحين ما تتاكد من المصدر بتاعك ومن المعلومه عشان تحقق المصداقيه اللي انت عايزها. تمام. اذا الحل برايك وعي ام قانون؟ يعني ماذا يحتاج الشارع المصري لمواجهه سيل الشائعات؟ التوعيه، قانون، ام اعلام اكثر او اكثر جرأة وسرعه؟ الحقيقه يعني هي منظومه متكامله، يعني انا ما اقدرش اقول لك حل موحد مباشر لحل مواجهه الشائعات، ولكن اللي انا اقدر اقوله لك ان انت لازم تشتغل على الطفل من وهو في المدرسه وهو صغير. لازم ان انت تربي على فكره الوعي، فكره ان مش اي حد يقول له حاجه يصدقها، وفي نفس الوقت يبقى في حاجه كبيره جدا جدا ومصطلح كبير جدا جدا للأسف لم يفعل عندنا في مصر بشكل يعني مهني أو بشكل جدي، وهو مصطلح التربية الإعلامية. فالتربية الإعلامية مصطلح مهم جدا لازم ان احنا ناخد بالنا منه، ولازم ان احنا نفعله في مدارسنا وفي مؤسساتنا التربوية والتعليمية عشان نقدر ان احنا نربي الوعي من الصغر. تمام ان احنا طبعا نهتم بالكبير ونهتم بفكرة ان هو برضو يبقى واخد باله من بعض التعليمات اللي ممكن تنزل ما بين الاعلانات او ما بين النشرات او ما بين المسلسلات في قنواتنا عشان نمهد ليه بعض الملاحظات المهمة اللي ياخد باله منها. بس في الاساس انت بتربي جيل تاني، المفترض الجيل ده هو ده اللي انت تبنيه وتوعيه ويبقى عنده فكرة التربية والتنشئة الإعلامية ويعي بالمصادر المختلفة ويعي بفكرة ان ازاي الاشاعات دي ممكن تهدمه هو شخصيا، يعني تهدمه هو نفسه، ازاي ممكن تختاله يعني بشكل كبير. فلازم يكون عنده وعي ولازم يكون يعني ثقافة ومتربي على الثقافة دي
عشان هتفرق في مجتمعنا كله كمصر، يعني مش في الطفل ده بس، ده هو الطفل ده والطفل اللي جنبيه والطفل اللي في المحافظة التانية والطفل اللي بعيد قوي اللي في قرية نائية. كل دول في الأول وفي الآخر في لحظة ما هتلاقيهم بيشكلوا جيل من المسؤولين وبيشكلوا جيل من الآباء والأمهات، وهيربوا جيل ثالث ورابع. فعشان نحافظ على البلد بشكل يعني مباشر بعد كده في الأيام الجاية. حسنا دكتورة آية، فقط لضيق الوقت لدينا سؤال آخر، اتفضل. إذا كان بإمكانك الرد عليه فقط في نصف دقيقة لضيق الوقت. هل لو كان في يدك إعداد حملة توعية على مستوى الجمهورية، من أين ستبدأين ومن ستخاطبين أولا؟ هاخد من الإجابة بتاعتي بتاعت السؤال اللي فات، هبدأ من المدارس، من مرحلة ابتدائي. حسنا. هي دي الحملات اللي أنا هبدأها واطلع بيها، يعني كل مرحلة، بعد كده إعدادي، بعد كده الثانوي، بعد كده الجامعة، بعد كده الجماهير العامة بشكل كبير جدا في المؤسسات الإعلامية. شكرا لك دكتورة آية، عميدة كلية الإعلام القاهرة، نشكرك جزيل الشكر. شكرا جزيلا أستاذ يوسف. الشائعة قد تكون كذبة صغيرة، لكنها قد تدمر وعي أمة، والإعلام الحقيقي هو منارة النور وسط الضباب. دمتم في أمان ووعي. شكرا لكم على طيب المتابعة. شكرا يا يوسف. شكرا. بص، عندي كذا ملاحظة. أوكي، أولا أنت ليه بتعوم في الكاميرا؟ ليه بتعمل كده؟ احنا لازم نشتغل على اللغة الجسدية بتاعتنا. ده لازم، ما ينفعش ان احنا نعمل كده خالص، احنا ما بنعومش تماما يعني. اوكي، دي حاجة. تاني حاجة ان انت يعني محسسني ان الاداء مش مندمج مع بعضه. انا عايزاك كله يبقى مية واحدة، يعني انا عايزة كله يبقى مية واحدة. يعني انا المقدمة تقولها بسلاسة، فبعد كده تدخل على الأسئلة، بعد كده بعد الأسئلة تدخل على الكلام ده. وما ينفعش تكون مرحب بالضيف بتايتل وتقول له انت اصلا مذيع اخبار. انا قصدت ان انا احرجك عشان كده، ان انت ما ينفعش، انت مستضيفني كعميدة كلية اعلام، فانا ما ينفعش ان انا بعد كده تقول لي لا مذيعة اخبار، لا، يعني غير مسموح. بلس ان انت سألت سؤال ملوش علاقة بالإشاعات. قلت لي حاجة كده، يعني انت كل أسئلتك تمام مرتبطة بالإشاعات. انت بقى في بداية سؤالك ما حسستنيش ان ده موضوع الإشاعات. يعني انت حبيت ترتجل بس الموضوع سمع معاك في موضوع تاني. فما ينفعش، لازم نركز في الموضوع ده، يبقى كله جسم واحد. فاهمني؟ لكن الكتابة حلوة جدا، الأسئلة حلوة جدا، بس انت ناقصك فكرة الأداء، ان انت بقى ازاي تقدم برنامج اخباري وتغطيه اخباريه. فاهمني؟ حسيت بفرق في التجربه عن الاخبار؟ طيب اوكي. هو الموضوع لا، ما بتكون لوحدك بيكون موضوع، ما يكون معاك ضيف حاجه تانية، مع حد يكلمك على التليفون. طبعا.